السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا نعمل حالة من أحلى الحلب السميد. كوباية سكر عليها كوباية مية، أسيبهم يغلوا بالظبط غلوتين على النار، يكون السكر داب مسيبهمش كتير. هبدأ إن أنا بقى أجهز عندي الطبقة الأولى. هحط عندي معلقة زبدة أو سمنة، وأحط عليهم كوباية دقيق سميد، أقلبها كويس جدا لحد ما لونها هيبقى إيه، عارفين اللون الذهبي ده؟ بالضبط كده، هو لونها هيبقى كده. أقوم ضايفة عليها طبعًا وقتها المَيّة بالسكر اللي إحنا عملناها وكوباية لبن. هتقعدي تقلبي بقى، هتقولي أيوه هي مايسة في نفسها، لأ، هي هتشربها كلها لإن السميد هيشربها على طول. زي ما أنتم شايفين ده بقى شكلها. كده خلصنا الطبقة الأولى بتاعتي، زي ما أنتم شايفين. هابدأ إن أنا بقى أفردها في البايركس بتاعي كده. الطبق يكون حجمها عادي زي ما أنتِ تحبي، ما فيش أي مشكلة. ونبدأ بقى الطبقة التانية، كوبايتين حليب عليهم 3 معالق كبار سكر، 3 معالق نشا، أقلبهم كويس جدًا. الأول على البارد عشان النشا ما يكلكعش وأشغّل لهم النار. بعد كده أقوم حاطة معلقتين زبدة وأقلبهم برضه، وأقوم حاطة طبعًا إيه، 3 أظرف فانيليا، ظرفين فانيليا معلش، وأقلب كويس جدًا كده زي ما أنتم شايفين عشان ما تكتلش معايا خالص. كده خلصنا الطبقة التانية. أبدأ بقى إن أنا أحطها على الطبقة الأولى اللي هي طبقة السميد وأفردها كويس جدًا. عندِك بقى شوية فستق، مكسرات براحتك. أنا كان متوفر عندي شوية chocolate chips حطيتها على الوش. ودخّلتها بقى التلاجة بالضبط 5 دقايق. لو مش حابة تدخّليها التلاجة، هي الدنيا ساقعة هتمسك لنفسها كده عادي ما تقلقيش. وطعمها حلو جدًا، جدًا، من أحلى الحلا اللي ممكن تدوقوه، من أحلى الحلا اللي أنا عملته. سهل كده وبسيط وبيدوب في البُق، وطبقة المهلبية السهلة جدًا اللي عملناها من فوق بجد خطيرة. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم إيه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وألف هنا وشفا.